معمول تمر مكونات سهلة وبسيطة وبيدوب في البق وبنقشة ثابتة ما بتروحش. تعالوا نشوف انا عملته ازاي وازاي يخرج معاكي حلو حتى لو بتعملي لاول مرة. معايا هنا 600 جرام دقيق خاص بقى بالبسكوت او متعدد الاستخدامات، و400 جرام دقيق سميد ناعم، ونص كوباية سكر بودر، معلقة محلب كبيرة، ورشة ملح. وهنقلب المكونات الجافة دي مع بعض بالشكل ده. بعد ما خلطتهم هنزل عليهم بنص كيلو سمنة درجة حرارة المطبخ. كل ما كانت السمنة حلوة كل ما تديكي ريحة ونتيجة احسن. امسك بقى المكونات ديت السمنة مع الدقيق وابسهم مع بعض كأني بعمل كسكسي او بعمل كحك. اشرب الدقيق بالسمنة، وممكن تضيفي زبدة تخلي بدل النص كيلو سمنة ربع سمنة وربع زبدة، هيدي طعم برضك ونتيجة حلوة. انا بحاول ابس كله ميبقاش فيه دقيق باين، واخدهم كده على الرخامة. دي اهم مرحلة عشان تديكي نتيجة كويسة للمعمول. نبست الدقيق كويس بالسمنة، وبعد ما نبسه هنمسك العجينة نجمعها، وهتشوفوا هنجمعها ازاي. هنجمعها بالشكل ده تبقى كتلة واحدة وتتجمع معايا بالشكل ده. ودي المرحلة التانية بعد البس، نجمعنا الدقيق بالسمنة بقت كتلة واحدة بالشكل ده وبقت ناعمة، ولون الدقيق معايا اتغير وفتح وبقى كريمي وحلو. هنزل هنا بكوباية لبن او كوباية مية بدرجة حرارة الغرفة عادي. لا انا بلم العجينة باللبن مش بعجن، بلمها بس. مجرد ما اللبن يختفي معايا والعجينة تبقى معايا متشربة اللبن واتلمت معايا بالمنظر ده، هنا هريحها ساعة في التلاجة، اغطيها بالاسترتش وادخلها التلاجة ساعة. هي بقت كده جاهزة للتشكيل، بس افضل ان احنا ندخلها ساعة التلاجة. الوقت ده ممكن نحضر الصواني ونحضر العجوة. العجوة هحط معلقة محلب وهحط معلقة سمنة، وهنا عشان العجوة خارجة من التلاجة فبحاول افككها. المفروض تبقى بدرجة حرارة المطبخ عشان تبقى سهلة معاكي. هنا كانت صعبة معايا وكانت كلها كتل، فبحاول ادعكها كويس بايدي الاتنين المنظر ده لغاية ما طريت معايا بقت كتلة واحدة وناعمة. هبدأ اكورها كور صغيرة بالشكل ده. كان نص كيلو عجوة فما كفاش معايا، واضطريت اجيب تاني للحشوة عشان اكمل الكمية اللي معايا. وهنا بقى خرجت معايا العجينة بعد ما ريحتها ساعة، تتشكل عادي وناعمة وما بتلزقش. وممكن نشكلها بالقوالب تشكيل البسكوت ده، او بالقالب بتاع المعمول، او قالب الكحك. اي حاجة عندك ممكن تشكلي بيها. وهبدأ اخد كورة من العجينة واعمل فراغ كده للحشوة واقفل عليها بالشكل ده، وابدأ اشكل بقالب المعمول. بس لازم الاول احفره دقيق، كل مرة بشكل بيه احفره دقيق عشان العجينة ما تلزقش في القالب، واي زيادات تطلع معايا ادخلها بايدي كده او ممكن نشيلها عادي او بالشكل ده. كان في زيادات مع القالب بالشكل ده بظبطها بايدي واخلي الشكل حلو ومنسق زي كده. وهنا برضك هعمل شكل تاني. لازم كل مرة نعفر بدقيق ونضغط ضغطة بسيطة ونحاول نظبط الشكل. وهنا هنشكل بمكنة البسكوت، وده شكل تاني شكلها حلو والطبعة والنقشة فيها ما بتروحش.
بردك بنعفرها بالدقيق، ادخله على درجة حرارة عالية وبكون مسخنة الفرن من قبلها على الرف. وخد معايا اللون ده تحفة، والنقشة ما راحتش، شكله جميل وريحته جميلة قوي وناعم. يا رب الوصفة تكون عجبتكم، صحة وهنا على قلوبكم.